الميه بتاع البحر حي وحياه. صلى على النبي. بلدي طلع على النبي. قرب يا عمي طلع المؤسس. فيديو النهارده من مدينه رشيد. قعدت ايه؟ رشيد دي بلد مش هتتكرر لان ناسها كويسين وانا ناس طيبين، وكمان فيهم ميزه ان هم لو اي واحد غريب بيجي بيشيلوه. رشيد ديت من اجمل المدن اللي موجوده في الوجه البحري. رشيد بلد التاريخ، ورشيد البلد اللي اكتشفوا فيها أهم قطعة آثار في العالم، حجر رشيد اللي موجود في لندن حاليا. رشيد الضحكة البسيطة. ورشيد المدينة الوحيدة اللي كانت سبب في هزيمة الجيش البريطاني لأول مرة لما فكروا يحتلوا مصر. موقع رشيد الجغرافي موجود عند مصب فرع النيل الغربي. بلد النيل. توك توك. السلام عليكم أخا. اللهم فينا عند أي مكان أثري لو سمحت. أول حاجة لازم تعملها طبعا في رشيد أو أي مكان في مصر هي تاكل الأكلة الشعبية، الفول والفلافل. عايزك تطلب لنا فول وفلافل بقلب السندوتش. فول وفلافل في نفس السندوتش، وانا زيه بس واحد فول وواحد فلافل. كده كام؟ 4 فلافل. هتلاقي 50 هي بتاعت حمام. هوبا الجو دوشه هنا. أول حاجة طبعا بتعملها أول ما تصحى في مصر هو الفطار المصري الأصيل، الفول وفلافل. دلوقتي احنا رايحين عند أشهر المطاعم اللي بتعمل فول وفلافل هنا في رشيد. متولي. متجدد قدامه من عند متولي من ايوه يا عم، ده انا اسبوع مؤتمر، ده انا شغال، ده انا متربي. 4 تليفونات هتقعد فين؟ عندنا غنم نخش نصور من جوه لو سمحت. نخش نشوف هما بيعملوا السندوتشات ازاي. سوا. الله ينور يا فندم. حبيبي. ثالث مرة ياكل عندكم. خش يا غنم. ما شاء الله. خلي بالك قد ايه فاتح. 70 عشان خاطري. فول وفلافل. بعد ما تاخد السندوتشين الجمال اللي هتقعد نص ساعة علشان تجيبهم، أفضل مكان تقعد فيه هو جنب النهر. طبعا بالليل المكان ده بيكون كله كراسي بتاع القهاوي فبتقعد عليهم، لكن في النهار شوف لك حتة ظل هنا كده وتقعد فيها. ان شاء الله مطعم متولي ايزي جدا. تاني اهم حاجة في الروتين المصري بعد الفطار، بالذات الفطار الفول والفلافل، هي كوباية الشاي بالنعناع. دلوقتي هنروح نشوف مكان نشرب فيه كوباية شاي بالنعناع لذيذة. بقالك كتير في المكان ده؟ انا بقالي 36 سنه. 36 سنة. كشك. ناس هنا كويسه، ناس هنا مظبوطه. رشيد من اجمل بلاد العالم، يعني تلف الدنيا، تلف تروح يمين شمال شرق غرب، احسن بلد في الدنيا. في اغلب شوارع رشيد هتلاقي البيوت الاثريه القديمه اللي عمرها عدى 1000 سنه. كلنا عارفين رشيد بلد تاريخي. كمان جبل ومسجد ابو منظور اللي بقى علامه من علامات البلد. ده البير الموجود هنا. ده بقى المسجد بتاع الشيخ محمد ابو منظور اللي تسمى المنطقه كلها على اسمه. بصوا يا جماعه، ده المسجد بتاع الشيخ محمد ابو منظور رحمه الله عليه. طبعا امام الجامع هنا دخلنا المقام بتاعه اللي موجود هنا، ورانا البئر اللي الناس كانت بتتوضى فيه. ده قص الشرب. دي ميه الشرب. ميه عذبه. ده البئر اللي موجود هنا صح؟ ده برضو اكتشفتوه ازاي؟ ده كان معمول زمان والناس تتوضى منه في الحوض دوت. بس مش اي حد دلوقتي يخش المكان ده. وكمان رشيد مش بلد تاريخ وحكايات فقط، دي مدينة شغل وصناعة. منطقة الورش بتاعة الخشب اللي موجودة في مدينة رشيد، طبعا جنبها البيوت الأثرية زي البيت اللي ورانا ده والمسجد اللي ورانا. فهنصور لكم دلوقتي
داخل الورش اللي موجودة هنا في مدينة رشيد. هنا من جنبها شيش، تسمع بلكونه شيش. صناعة الشباك بتاخد مني يوم كامل. اسمك يلا 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 تعالى. اهلا وسهلا. ايوه يا غالي. السلام عليكم اخا. لو سمحت يا خال ممكن تحكي لي يعني ايه بتعملوا ايه بالظبط؟ ايه اللي بتصنعوه دلوقتي؟ نيكولاس بقالك قد ايه في الصنعة؟ بقالي 60 سنة. 60 سنة. عندي 66 سنة دلوقتي. تعب خضار دي الفاس دي بنجيبوا الجريد ده زي ما شايفه بنقطعوه وبنفصلوه بقى بنخرموه كده زي ما انت شايف كده. بيده وكل يده. والقفص بياخد معاك وقت قد ايه عبال ما يخلص؟ وده احنا مش بنعمله القفص 20 واحد 30 واحد يتعملوا مع بعض. يعني ياخدوا لهم مثلا 20 يقعدوا يوم. من الجريد اللي ورايا ده بيعملوا القفاصة اللي انتوا شايفينها دي. الحاجات دي لو بتتعمل بره هيقولوا على الشخص اللي بيصنعها مبدع. ده هو شارع الورش الخشب اللي موجودة هنا في رشيد. احنا دلوقتي طالعين منه ورايحين سوق السمك. ب60 بالكيلو. تعال عندنا يا حبيبي. ب60 البولت يلا. البوري بكام يا خال؟ البوري بيعمل مثلا عربي يا عم بتاع البحر فرج يا خال على الجامبو. ده خزيون يا باشا. ده بطل 800 بس. 800 كيلو ونص ب 100 يا باشا. اول مره. يعني عايزك تشرح لي بقى الدنيا ماشيه هنا في السوق ازاي؟ ممكن بس تاخد سمك من عندي وتخش تطبخه عندنا. اهلا وسهلا. في اي وقت. عايز تجيب سمك من بره وتخش تطبخه عندنا برضو اهلا وسهلا. عايز نجيب لك سمك من بره وتخش تطبخه عندنا برضو اهلا وسهلا. احنا مسموعين لاي حاجه. الفش ده معمول للكل للناس كلها لان انا برزق منك وانت بترزق مني. الشوايه بيتعمل فيها كل حاجه. عندنا السنجاري بيتعمل، عندنا مشوي بيتعمل، كل حاجه اللي انت عايزه تتعمل. السنجاري بيتعمل تحت. السنجاري بيتحط من هنا. هو هنا بيتعمل تتبيله صغيره بس. بعد كده بيتعمل تحت. بيتعمل تحت هنا. الشيخ محمد على كيف. اهو الشيخ محمد انا اتفضل. على كيف. حد عايز يجيب اي حاجه من عند حد من بره اهلا وسهلا بيه. مش لازم يكون من على الفرش. ابو 100 ب70. ابو 100 ب70 كازيو. بص يا شباب طبعا هنا بتاخد السمك فريش وتيجي تشويه على طول ما بتضيعش وقت في رشيد. بسم الله. ارفع ايدك فوق. صلي على حبيب النبي. صلي على حبيب النبي. عايزه يا باشا. الله يخليك. شمبري عالمي اهوت الواحده كيلو ب 200 جنيه بس. واحدة كيلو ب 200 جنيه. بتاع كيلو بحر؟ ب 200 بتاع بحر اصلي. بتاع بحر اصلي. ابو بطروخ يا خال. ابو بطروخ. السلام عليكم يا خال. الحي بتاع البحر. الناس بتاع الزمان اللي توسش في وشها تحس بالامان. السلام عليكم يا خال. هو ده المعلم بتاع السمك. هو ده اللي بيصدر السمك. السلام عليكم يا خال. معلش دي متعصبة. السوق في رشيد اتحول من سوق بيع وشراء إلى شارع بيبنى فيه الذكريات، لشارع هتروح تمشي فيه حتى لو مش محتاج تشتري حاجة. المانجا. أصل الشغل. تعال يا حبيبي. حاج يوسف سلامي المؤسس. هو ده المؤسس. جدي الله يرحمه والدي. اللحمه المانجا دي ب 400 بس. وزي ما قلت لك ياكل مكسرات وبيشرب ميه بورد واحيانا بنديله مصروفه وهيجيب اللي على مزاجه. عايز ياكل مسينه ياكل، عايز ياكل كده حلويات ياكل كده يعني عشان يطلع الانتاج ده. الحواوشي من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، وأهل رشيد لهم في صنعة محدش ينافسهم عليها. على قديمه. هتبقى طول عادي؟ احلى معلم احلى شيف. بتعمل ايه غالي؟ كفته؟ لا شيء. بتاع الكفته هنا اهو. اجي اشك معاك؟ طيب شغلني معاك. تعالى يا عم والله. ثواني انا بغسل ايدي اهم حاجه. ها مطعم اسمه ايه؟ دوما؟ في دوما اصل الشغلانه. بسم الله. يا رب بس ما اطلعش عيل قدامهم واكون بعرف. يا عم عيب عليك يا عم. شغال الشغله دي.
عم اجيلك شايف من لندن، خلي في علمك ما بتعلمش عليها اهو، شايف يعني شغلنا كده. ده شغل الكفته، بس انا اشتغل شغلكم بقى. على كريم تعالى تعالى من قدام هنا يا غالي. حلوه كده صغيره كملهم 3. يا ابني بتاع ده صديقي على الصفحه. حبيبي يا غالي على راسي والله. ايه رايك؟ ايه رايكم يا شباب؟ يا معلم حبيبي. دي بالنسبه دي فراخ، ده بعملها قطع في نظام شيش طاووق، في اربع، النظام اللي هو العصيان دوت، في كفته وفي كباب. اسعار بالنسبه للكيلو الشاو 50، اما في فرخه اللي هي الكفته ده بتتعمل ب 70 عشان بنجيبوا لها دهنه وكده. كل لحمه برده كفته برده كيلو ب 50، كوبايه طحينه ب 10، سلطه ب 10. صلاه على النبي، صلاه على النبي. قلب صح. بسم الله. تعالى تدعك بقى بايدك بقى. بسم الله. بسم الله. يا ريت اقدر اطلع الريحه بالفيديو ما شاء الله. بسم الله. اديتني كفته الشام اتفضل. اطلع سعده لو سمحت. العب. والحاجة اللي بتميز مصر كلها ورشيد إن الولد بيتولد راجل شايل المسؤولية من صغره. دي كيلو شديد ودي منفعة دي ام الشراميل ودي كيلو شباب. عندي كمان يا معلمي الصلاة على النبي حاجة الحاج حامد جمعة جزاية الحامد. بس يا معلمي لو عايز لحمة انضف واحد حاجة اسمه رئيس لحمة صلاة دي حلقة. ودي برضه كمان يا معلمي صلاة النبي. ودي فشة برضه. ودي برضه يا معلمي ايه؟ دينا دي تفاح ب 400 جنيه 350 جنيه لاي حد عايز. العيش ده ب 10 جنيه اول السوق العمومي 15 بس. بلدي والله. والصلاة على النبي يا باشا. والعيش نوار يا باشا من غير قش، يعني تاخد صافي. جعلوس البطاطا. تعالى كروم بنت عايزة. خدت بالك. روح شوف فرش وب 30 جنيه بس. 30 يا باشا بس يا باشا. ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك فوق. تفاحة تفاحة امريكانيا. انت بتصمم بتاع فرش وبتاع انا غلط. الملوخية الطازة. تاني أكلة مشهورة هنا في مصر هو الكشري المصري. الكشري المصري ده يعتبر إدمان هنا بالنسبة للمصريين، فيلا بينا نجرب الكشري. دلوقتي يا جماعة في مطعم هند. مطعم هند بيعمل كشري وبيعمل كريبس، والشيف معانا هيحكي لنا حاجات كتير. عندنا كشري، عندنا طواجن، عندنا كريبات، عندنا حاجة حلوة. كشري بيبقى عبارة عن مكرونة ورز، عدس تقلية، حمص، كريبات، فراخ، شاورما، ستريبس، زنجر، صدق، كبدة، كل اللي انت موجود، سندوتشات بجميع انواع. شارع البحر وبجوار قهوة الجمرك. كشري هند هو الترند بالحب مش بالعند. الأنشطة الليلية اللي موجودة هنا في مدينة رشيد هي المراكب اللي بتطلع في البحر الأحمر دي. الفرد تقريبا ب20 جنيه مصري. وتفضل أجواء رشيد بناسها وأكلها ونيلها الأجمل في مصر.